عاوزين أكلة سمك رخيصة وتكون فيها أوميجا 3 عشان خاطر الولاد وتكون مميزة وحلوة زي دي كده، يبقى لازم تتفرجوا على الفيديو. الفيديو مميز وحلو جدًا، كمّلوه هتستفادوا. بجد أكلة سمك ما عدّتش ال100 جنيه، بجد مش قادرة أوصف لكم فرحتي النهارده إيه. لازم تشاركوني كده فرحتي. دخلت بقى المطبخ عملت أحلى صينية سمك سنجاري بسمكة مميزة جدًا وحلوة جدًا. وحشتوني، وحشتوني كتير، 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 كتير. باحبكم جدًا في الله. وعايزة أقول لكم كمان إن أنتم لازم تباركوا لي بجد النهارده عشان فرحتي ما تتوصفش. ابني حبيبي النتيجة بتاعته طلعت والحمد لله نجح بتفوق. يا رب، يا رب عقبال كل ولادكم لمّا تفرحوا بيهم. يالّا نسمّي بسم الله ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا النهارده. رُحت بقى السوق جِبت كيلو من السمك المكاريل أو البلاميطا زي ما بتقولوا، يعني كل الناس بتقول، يعني كل مكان بيقول باسم، هي الاسمين. شطفتها بقى كده وقطّعت الواحدة على 2 وتعالوا بقى نسمّي بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهارده. وحشني بقى التصوير ووحشني تنزيل الفيديوهات. كنت موقّفة بجد كنت واقفة مع ابني وباذاكر له الأيام اللي فاتت دي. وبعد ما أخلّص امتحانات أخدت دور برد بس الحمد لله بقيت كويسة. محلول النقع بقى بتاع السمك، غسلت السمك كويس وحطيته بقى في ليمون وملح ودقيق. ومعلقة الدقيق دي مهمة جدًا في النقع بتاع السمك، بتخلّي ريحة الزفارة تتقطع نهائيًا. جرّبوا بقى تحطّوا معلقة الدقيق دي وهتدعوا لي. تعالوا بقى عقبال ما السمك يتنقع، تعالوا نعمل بقى نغسل الخضار بتاعنا كُلّه، طماطم وكرفس أو بقدونس وبصلتين كبار. تعالوا بقى نقطّع كل الحاجات دي تقطيع كده جوليان أو شرايح. هنقطّع بقى البصل زي ما أنتم شايفين. يالّا بقى اعملوا subscribe لقناة مطبخ ياسمين ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بجد الفيديو مميز جدًا وحلو جدًا. عايزة أقول لِك ريحة السمك يعني لمّا تعمليه بالطريقة دي بجد أول حاجة ما بيبقاش فيه زفارة خالص، الدقيق بيقضي على الزفارة. تاني حاجة طريقة السمك بالخضار دي بتبقى طعمها حلو جدًا. بجد ريحته كانت جميلة أوي يعني. جربوا الوصفة بتاعتي دي هتعجبكم جدًا. وبجد كيلو السمك لمّا بتقطّعيه على 2 بيأكّل ما شاء الله ممكن يأكّل 10 أفراد معاكِ ما مش هيقول لأ. بيفرط وبيبقى حلو أوي. قطّعت بقى البصل، هاقطّع بقى حزمة بقدونس أو كرفس اللي موجود عندِك استخدميه، الاتنين بيبقوا حلوين أوي في السمك، البقدونس أو الكرفس. هاقطّع بقى البقدونس بتاعي على البصل وهاقطّع بقى الطماطم. هاقطّعها كده قطع صغيّرة زي ما أنتم شايفين. ما تنسوش بقى تعليق حلو للفيديو ولايك. لو ما حطيتيش لايك هازعل منِّك أوي، وكمّلي الفيديو علشان خاطر هتستفادي. بجد الفيديو حلو أوي. وأنتم كمان وحشينّي جدًا، جدًا. وعايزة أقول لكم إن بقى لي الفترة اللي أنا قعدتها مش باعمل فيديوهات، الأسبوعين اللي فاتوا دول، أنا عايزة أقول لكم أنا كنت حزينة جدًا وزعلانة جدًا إن أنا مش باعمل لكم فيديوهات. وباحاول على قد ما أقدر إن أنا ما أوقّفش فيديوهات، بس بيحصل ساعات حاجات غصبٍ عني فسامحوني. قطّعت بقى الفلفل الأخضر، بشرت جزراية، الجزراية بتبقى حلوة أوي مع السمك اللي في الفرن. هاحط بقى معلقة توم ومعلقة من هريسة الشطة اللي أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده، دي ما أقدرش أستغنى عنها، عندي دايمًا في الفريزر. ملح بقى، فلفل أسود، كمون، كزبرة، شوية من بهارات السمك، بس كده. هندعك بقى كل الكلام ده مع بعض علشان نعلّي التيست بتاعه. بجد يبقى يعني لمّا بتدعكي كده البهارات بالخضار بجد كل حاجة بتخش كده ببعضها. وعايزة أقول لكم ريحتها بتبقى حلوة أوي. بألف هنا وشفا يعني يا رب للي كَل حاجة. بجد الصينية دي اتنسفت، اتنسفت فعلًا حرفيًا. يعني بُصّوا بقى أنا قاطعة السمك زي ما أنا قُلت لكم، يعني مخلية البطن لوحدها والديل لوحده. أنا مش جايباه كبير أوي، باحب أجيب السمك متوسط. هاحشي بقى السمك بالخضار ده. بُصّوا السمك نضيف إزاي. وعايزة أقول لكم بقى وأنا باحشيه كده ولا زفارة ولا أي حاجة. والصينية دي بقى بُصّوا كلوا صوابعهم وراها، يعني مش عايزة أقول لكم. هاحشي بقى كل الكمية اللي معايا. بُصّوا ما شاء الله الكيلو فرط إزاي، يعني ما شاء الله.
كفّانا وزيادة كمان، علشان إحنا أسرة مش كبيرة، بس لو في أسرة كبيرة بجد سمك حلو جدًا وطعمه بقى تحفة، وفي نفس الوقت سعره مش غالي، يعني أنا جايبة الكيلو ب60 جنيه، بجد سعره مش غالي، سعره يعني متناول الجميع بجد. فسمكية حلوة ومميزة لو ما جربتهاش أنصحِك تجربيها، وأوميجا 3 بقى مش عايزة أقول لِك في السمك ده إيه، يعني أوميجا 3 وفيتامينات كتير أوي في السمك ده، فهو السمك ده بجد مظلوم، يعني ناس كتير مش بتاكله، بس والله حلو جدًا و وكمان يعني الطعم بتاعه حلو والفيتامينات بتاعته عالية جدًا. بُصّوا بقى رصيت السمك كلّه في البايركس بتاعي، وهاحط بقى شوية الخضار كده اللي اتبقوا على الوش، ما شاء الله شايفين بقى يعني الصينية ما شاء الله مليانة كده وحلوة، بألف هنا وشفا. هاحطها بقى في الفرن. أول حاجة هاحط لها حبة زيت، كنت هانسى الزيت على فكرة، هاحط لها حبة زيت كده علشان خاطر ما تلزقش في البايركس، وفي نفس الوقت كده إيه تبقى بتلمع وحلوة، ننضف بقى كل الكلام ده، هننضف بقى الرخامة مكان ما عملنا الأكل، وده بقى بعد ما استوت. بُصّوا شكلها عامل إزاي، وريحتها ما شاء الله حلوة أوي. تاكليها بقى بالعيش مع حبة سلطة بلدي، بُصّوا حبة السلطة اللي ورا دول، حبة سلطة بلدي بقى، بس أنا مش هاكلها بالعيش الصراحة، أنا مش بنحب السمك بالعيش يعني، إحنا بنحب السمك بالرز الصيادية، عشان إحنا اسكندرانية وبنحب دايمًا ناكل السمك بالرز. بس لو أنتِ عايزة تاكليها بالعيش طبعًا الخلطة اللي تحت دي، الخضار ده في حتة تانية خالص، طعمه حلو أوي. بُصّوا ده شكلها النهائي بقى بعد ما خلصت، تعالوا بقى هاغرف لكم كده بقى وشوفي القمر ده بقى من جوّه كده والكلام عامل إزاي. بُصّوا هو البايركس كان سخن، فأنا كنت مطلّعاه أصلًا على صينية علشان أعرف أشيله. هنعمل بقى نغرف الرز الصيادية بتاعنا، بُصّوا بقى الرز بتاعنا، يا ولا يا ولا على الجمال والحلاوة. لأ أنا بجد النهارده كنت باعمل الأكل وأنا مبسوطة، يا رب ربنا يفرّحكم يا رب بولادكم، بجد ابني فرّحني جدًا، جدًا الحمد لله رب العالمين، أنا عايزة أقول لكم كنت قلقانة عليه بطريقة، بس هو الحمد لله شطور. بُصّوا السمك بقى تحفة، 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 حلو أوي. بُصّوا ما شاء الله عامل كام قطعة، ما شاء الله، ما شاء الله بجد الكيلو فارط أوي. تعالوا أورّيكم بقى الأكل النهائي بتاعنا. بُصّوا هنبعد كده البايركس كده وأورّيكم بقى الرز بتاعي. طبعًا مش أول مرّة أنزّل لكم رز الصيادية، منزّلاها لكم قبل كده بكل تفاصيله، أنا ما رضيتش أعمله معاكم النهارده لإن أنا عاملاه معاكم قبل كده. بصوا بقى السمكة من جوّه، عايزة بقى أوميجا 3 سمك حلو للعضم كمان، السمك ده مميز جدًا وحلو للعضم عشان فيه فيتامينات كتير. عايزة أقول لكم إن أنا جوزي دخل عليَّ لقاني باصّة الأكل كده على رخامة، يعني مش عايزة أقول لكم بقى طبعًا بصوا إيده أهي، لأ انبهر جدًا، شكل الأكل حلو أوي وريحته كمان كانت قالبة الشقة الصراحة. فلو لسه ما اشتركتوش في مطبخ ياسمين أتمنى إن أنتم تشتركوا ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بصوا بقى ده يعني قربت لكم الكاميرا على الأكل. إيه رأيكم بقى في غدانا النهارده؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب يكون أنتم مبسوطين وسعداء زي كده، وربنا يفرح كل الآباء والأمهات بولادهم. وده كانت أكلتنا النهارده، أشوفكم على خير في فيديو جديد من مطبخ ياسمين، دمتم في حفظ الله.